اهلا بكم في تاني نشراتنا الاخباريه من مقر الجمعيه العلميه. وبتوقيت الجمعيه العلميه خلونا نبدا بعناوين الاخبار. البحث عن متبرعين في نادي طنطا. النبيتي يليق بك. اكتشاف خارجيه في بورد الجمعيه. TPSS هاوي يستمر للنهايه. وداعا تريبل بي دي. وقبل ما ندخل في تفاصيل النشره، زي ما انتم عارفين ان الحلقه دي المفروض كانت تنزل قبل الامتحانات. بس اللي حصل وكالعاده مؤامره كونيه ضد تصوير نزول الحلقه تمثلت في اختفاء تيم النشره. مش بس كده، كمان هبه وسالم اللي هم المراسلين بتوعنا قرروا يتامروا علينا وياخدوا ادوارنا المذيعين، وهنا كانت المشكله. نادي طنطا عن التبرع بالدم. مش كده بس، اعضاء اللجنه كمان نزلوا. انا قلت من الاول ان النشره دي ما ينفعش تتعمل من غير وجه. الطمع وحش وربنا ستر وزيره بتصور الحلقه تاني. ما علينا، خلينا نبدا في النشره اللي الناس مستنياها من قبل الامتحانات. لجنه البي اتش زي ما انتم عارفين كانت بدات حمله التبرع بالدم في المجمع الطبي 15/4، واستكمالا للحمله نزلوا نادي طنطا الرياضي يوم الخميس 23/4 عشان يوصلوا رساله اهميه التبرع بالدم. مش بس كده، أعضاء اللجنة نزلوا يوم الجمعة 24/4 نادي بلدية المحلة عشان يغطوا أكبر عدد ممكن من الناس، والمفاجأة إن إقبال الناس على التبرع بالدم كان تاريخي. عشان كده أعضاء اللجنة نزلوا عملوا توعية في بعض شوارع طنطا وكمان كلية التمريض في المجمع الطبي. شوف ده في التقرير الجاي مع هبة مجدي. احنا النهارده اليوم الخامس من حمله التبرع بالدم في دوران النادي. معانا احد اعضاء لجنه البي اتش هنساله عن الحمله دي. ازيك يا هبه، عامله ايه؟ الحمد لله. كنت عايزه اسالك انتوا ليه نازلين يوم خامس حمله التبرع بالدم؟ لان احنا عندنا ازمه هنا في مصر ان نسبه التبرع بالدم قليله جدا، فاحنا لازم ننزل نوعي الناس ان هم لازم يتبرعوا بالدم بسبب وجود نقص فيه، وان هو حاجه مهمه جدا لان نسبته قليله جدا في مصر بنسبه 1%، واحنا المفروض نرفعها ل 3%، فلازم نوعي الناس واهميته. فعشان كده نازلين النهارده ومعانا عربيه تبرع بالدم وبنوعي الناس، وفي ناس بتيجي تقبل المعلومه وبتستجيب لينا وبتيجي تتبرع، وفي ناس بترفض الحكايه دي بس قليلين يعني. على الاقل بتبقي نشرت الوعي وعملت الفكره نازله عشانها، وفي ناس تستجيب وبتفهم، وفي ناس بتقول لك بترفض تقول لك لا انا مش ضمان، انا ما اضمنش الدم ده بتودوه فين، وناس عندها مشاكل تقول لك ممكن يتباع، لا انا ما بحبش ان هو يتباع، انا بعمل تبرع بالدم، انا انزل اروح اتبرع في مستشفى احسن، ابقى ضامنه هو رايح فين بدل ما انزل اديه العربيه وانا ما اضمنش بعد كده انتوا هتودوه فين. طيب تمام. انا عايزه اسالك انت كمان بالبي اتش انت بتستفيدي من ان انت بتوعي الناس ومن الموضوع ده؟ طبعا بستفيد، اولا بعرف معلومات عن الحكايه دي، ممكن انا افيد اصلا ان انا اتبرع ذات نفسي. بعمل عمل خير ده اولا، بحاول بيفيدني ده في الكلام مع الناس، بعرف كل شخص بيفكر في ايه، بحاول اظبط المعلومات في دماغه. بس بكسب الحكايه دي ان في ناس بتستجيب لكلامي، فده بيزيد الثقه عندي ان انا حاولت اوصل المعلومه وعملت العمل خير وافدت الناس بعد كده. شكرا يا توفى. مش نرجع تاني للاستوديو. اخيرا وبعد طول انتظار تيشيرتات الجمعيه وصلت ووزعها اعضاء لجنه الاو سي لمده يومين على التوالي، ومن كتر الفرحه الاعضاء كانوا فيها قرروا يوثقوا الحدث العظيم ده بصوره جماعيه تحت مسمى النبيتي يليق بك. لحسن الحظ سالم كان موجود يوم وصول التيشيرتات في نادي طنطا، وصور مع اسلام ممدوح رئيس لجنه الاو سي توثيقا للحدث ده. خلينا نشوف ده في التقرير ونشوف اسلام قال ايه. من نادي طنطا الرياضي ومن حمله البلاد دونيشن وحمله البي باك في البي دي بنحييكم. احنا النهارده في الحمله بنحتفل بحدث مش بيتكرر كل يوم. الست الجمعيه جت يا جماعه. احنا معانا دلوقتي اسلام فلافل عشان يعقب لنا على الحدث الرهيب ده. ازيك يا اسلام؟ ازيك يا سلام؟ تمام الحمد لله. عبر لنا عن رايك في الحدث الرهيب ده. والله والفويس الحمد لله، الواحد فرحان جدا ان التيشيرتات بتاعت الجمعيه جت والناس فرحانه وهي لابساها. احب اشكر الثلاثه تعبوا جدا في تيشيرتات الجمعيه، تيجي مصطفى منتصر ومحمد الشافعي ومحمد عبد المقصود اللي جابها بالعربيه بتاعته. الفرحه كلها النهارده ان الناس فرحانه وهي لابسه تيشيرت الجمعيه الجديد، وكل واحد فرحان بانه بينتمي للمكان ده بجد وفرحان بالتيشيرت اللي لابسه. كفايه يا اسلام، انا عايز اسالك سؤال بس، في مشاكل في المقاسات؟ لا مفيش. في مشاكل. شكرا لعودة الاستوديو. تصدق يا عيال، الواحد كان خايف يخش الامتحانات والتيشيرتات ما تكونش جت. انا كنت فقدت الامل في وصولها اصلا. فاصل صغير ونرجع لكم تاني. هو قال بابا النتيجة طلعت وانا رتبت على الدفعة. هو يقصد يا بابا ما هو كل الناس بصراحة اليوم ترتيب على الدفعة وانا 780 وربنا يخليك كده بقى. أبوه سمع
يا بابا قوم نادي على الصعيدي وابن اخوه البورسعيدي، ابنك طلع في الاوائل. أبوه قال ما انت كريم يا رب. بس هو يقصد انا جبت النتيجه من الكنترول يا ابن الكلب وانت شايل مادتين. لكن ابنه سمع. شاطر يا روح خالتك، برضه مش مديك مفتاح العربيه. العلاقة بين الأب وابنه معقدة جدا. لكن وقت النتيجة تحصل معجزات. صيدلة. اتوكس. بابا النتيجه طلعت ونار تطلع تطلع. ما انت كريم يا رب. ورجعنا لكم مره تانية. الا صحيح ايه، ما خدتيش بالك من واحده خليجيه كده في الجمعيه؟ ما انا استغربت وقلت اكيد هعرف اللي حصل وانت بتتكلم عن الموضوع. واحنا بنتجول في الجمعيه عشان نغطي الاخبار، اكتشفنا واحده خليجيه في بورد الجمعيه. لا مش كده وبس، ده طلعت بتبرطم بالمصري. فعلا؟ طب هي مين؟ هتعرفي من التقرير ده، خلينا نشوف ايه اللي حصل. من قلب الجمعيه الاهليه تعالوا نشوفوا لجنه الميديا بتعمل ايه. معانا شير بيرسون لجنه الميديا هبه مجدي. ازيك يا هبه؟ انتوا بتعملوا ايه هنا؟ بنسجل ساوند ايوه بتسجلوا ساوند عن ايه؟ فيديو ابلكيشن. تمام. طيب ممكن نعرف تفاصيل اكتر؟ هيبقى الحوار. لحظه بس كده، انتوا بتجيبوا مراسلين بدني؟ بتجيبوا مراسلين بدني؟ دلوقتي الساوند هيتكلم عن شغل الميديا والببليكيشن. فالعاده يعني الطبيعي انه تبقى يوميات دي بي اس اف عادي ما فيهاش حاجه. فالمره دي الاختلاف ان هيبقى اي بي اس اف رايح يودي باباه المطار وهيقابل واحده خليجيه اللي هي المفروض انا لحد دلوقتي مش مقتنعه الدور هيتم. معقول انت خليجيه؟ معقول انت وحضرتك انني بس. تمام. ان شاء الله هتكون حاجه حلوه وكويسه. يعني وشكرا ليكي. شكرا. ايه ده؟ دي طلعت البوست. انا ملاحظ انها منتشره في كل حته. دي كمان كانت عايزه تاخد كرسي المذيع. انا بكرر تاني، طمع وحش ها. وزي ما احنا متعودين على الابداع من لجنه السي اي، اخر سيشنين من البي ام كان فيهم مفاجآت. السيشن الاولانيه حضر فيها تشير بيرسون السنه اللي فاتت منى عاشور، اما بالنسبه لاخر سيشن فاتعملت تحت الكوبري وسط الناس. وغير كده وده اللي فاجئني بصراحه، سيشن التي بي اس اس هاو الاخيره كملت الاخر وبدون اي مقاطعات او حوادث. يا رب دينها نعم. فاصل بسيط قوي وراجع لكم تاني. السلام عليكم. ايه ده انت في كليتي؟ ده كليه سهله خالص. صعبه قوي. ايه ده موادكم قليله قوي. كتير جدا. الدكاتره عندكم بيدوا بونص كتير. بونص. الامتحانات عندكم سهله خالص. كلها معقده. الاجازه عندكم طويله. اخر ناس بتخلص. بتجيبوا تقديرات امتياز جيد جدا. امتياز جيد جدا. فاكر يا عاطف ايام الكليه ايام زمان؟ ياه. ربنا ما ربنا يقدر والله. صيدلة موجودة في كل جامعات مصر. احنا في كلية الامتحانات. ورجعنا لكم باخر اخبارنا النهارده. لجنه البي دي كملت شغل التريبل بي دي في نادي طنطا يوم الخميس 23/4. عملوا توعيه عن مرض السكر واسسوا سكر لينا. مش بس كده، اعضاء اللجنه نزلوا يوعوا عن دور الصيدلي بالتعاون مع صيدليات في شوارع طنطا. خلونا نشوف التقرير ده. احنا النهارده نازلين في شارع نادي المعلمين قدام احدى الصيدليات، وهنعمل شايفين ان لجنه البي دي نزلت هنا وتبع حمله، فاحنا هنكلم احدى الممبرز اللي موجودين معانا هنا عشان نشوف هي ايه اللي بيحصل بالظبط. ازيك يا مايكل؟ ازيك يا شكرا، عامله ايه؟ انا سمعت ان احنا هنا نازلين حمله البي باك. هي ايه البي باك دي؟ دي تعريف بدور الصيدلي، وان الصيدلي مش بياع، بنسال الناس يعني في الشارع، بنعمل سيرفيز بنملاها، بنسال الناس عن الصيدلي وهم شايفينه ازاي وازاي وليه هم واثقين في الصيدلي يعني ومش بيرضوا بالحاجات البديهيه. وانت شايفه ان الناس يعني في استجابه وكده وحساهم ان هم يعني انتوا عرفتوا تغيروا رايهم ان الصيدلي مش بياع ولا؟ هو الاستجابه 70%، 30% طبعا فاكرين ان الصيدلي بياع ومتاكدين من كده، وفي ناس ما رضيتش تقف، ما قدرناش نغير لهم رايهم خالص. بس ايه كان السؤال؟ انتوا نزلتوا ايام تانية وفي اماكن تانية غير نادي معلمين ولا؟ نزلنا في شارع نادي طنطا اللي هو شارع الجيش ونزلنا في النادي جوه
بعمل مقابله لو سمحت. ايوه كملي كيسين سلسل. نزلتوا في شارع النادي؟ نزلنا في شارع النادي، نزلنا في النادي. وانا غير كده كمان شايفه ان في اجهزه هنا محطوطه قدامي، هي ديت عباره عن ايه بالظبط؟ جهاز سكر، كنا بنقيس السكر للناس، انا اللي بقيس. بجد؟ انا اللي بقيس. انت اللي بتقيسي؟ وبكده عرفنا ايه اللي بيحصل النهارده في الحمله. شكرا ليكم وهنرجع للاستوديو. يوم الخميس 30/4 اتعملت مسابقه عن البيشنت كونسلنج، وكختام للتربل بي دي نزلوا يوم الخميس 14/5 قدام احد صيدليات المجمع الطبي. وبكده نقدر نقول وداعا تربل بي دي. كده اخبارنا خلصت، لكن شغلنا ما خلصش، هنرجع لكم تاني بعد رمضان. نحب نعرف ارائكم ومقترحاتكم من خلال هاشتاج اللي يظهر على الشاشه دلوقتي. كل سنه وانتم طيبين. رمضان كريم.